شاو ايتون شي كاسو صيني ولا مش صيني؟ فاكر السمارت لوك اللي ركبته على باب عندي ده؟ هو نفسه السمارت لوك ده، ولكن في وسط مجموعة كبيرة من الأقفال الذكية للأبواب موجودين عند سمارت زوم وكيل ليزن، البراند اللي بيعمل الأقفال العبقرية دي. لقيت هناك تنوع كبير في الأسعار والإمكانيات، من أول قفل ب 1500 جنيه لحد قفل بتكلمه ويرد عليك بالذكاء الاصطناعي. واحد من الكوالين السمارت المبهرة جدا بقى هو الموديل ده، علشان شغال بالذكاء الاصطناعي. حاليا دي نسخة تجريبية بس شغالة بالصيني، فانا عشان اتكلم معاه محتاج ان انا اتعلم صيني زي ما هوريك دلوقتي. لكن انت دلوقتي عن طريق الكلام بس تقدر ان انت تفتح اللوك، مش محتاج ولا باسورد ولا بصمة ولا اي حاجة. انت تخش وترغي مع الكالون بتاعك فهتلاقيه فتح معاك. تعال نجرب نكلمه بالصيني. كاسو كاسو شاو ايتون شي كاسو ولا يا عم نيهاو يا عم. شاو ايتون شي كاسو صيني ولا مش صيني؟ والأقفال الذكية دي فيها مميزات أكتر كمان، زي إنها بتستحمل الظروف الجوية المختلفة، أو لو الدنيا بتمطر وجات عليه مية مثلا. تمام، بتدعم اللغة العربية وبتكلمك بيها. أهلا وسهلا مرحب بك. وبتتحكم فيهم بطرق كتير زي اللي كلمتك عنهم قبل كده، تخليك تعيش حياة أسهل بكتير بدون مفاتيح. فلو بتفكر تركب سمارت لوك في بيتك أو شغلك في الفئة السعرية أو المواصفات المناسبة بالنسبة لك، أو حتى بتدور على أجهزة أكسس كنترول ذكية زي دي، فأنصحك جدا تشوف المجموعة الضخمة اللي عند سمارت زوم. وما تنساش تتابعني لفيديوهات أكتر عن التكنولوجيا والاختراعات.